وقت اللي الخبراء اللي موجودين في تونس مثلا شادي العياري ما نظنش فيه نزاع بكون راجل خبير محافظ البنك انا ما نزعش فيه. محمود بن رمضان ما نظنش شكون ينازع فيه. حسين الدماسي ما نظنش ينازعوا فيه. هشام اللومي اللي في اتحاد الصناعه والتجاره اللي هو خبير في هذا ما نظنش شكون ينازع فيه. عز الدين شو اسمه كذا ما نزعوش فيه. جيبوهم واسالوهم يقول لك الارقام الكل اعطاهم مش صحيح. والله فما واحد هو نقرا كان جرايد ساعه شوف ايش يقول l'exact opposé de la réalité. راشد الغنوشي ريبريز ايكونوميك l'exact opposé de la réalité. هو خرجت هذه يوم 23 سبتمبر. واللي الاخر اللي قلت لك عليه على النفق اللي داخلين فيه الاظلم يوم 5 اكتوبر. والاخر اللي قلت لك الارقام يقول مش صحيحه من الاتكاء نهار 6 اكتوبر. انا مش جبت نمشي نلوجوا في كذا. عدوا لي هذا اذا كانت تقول لي انا نقول لك انا ممكن نراو الدنيا لاباس ونجم نخرجوا منها لاباس. واحنا وظيفه المسؤول السياسي ورجل الدوله هو يخرج البلاد نتاعو من عنق الزجاجه مهما كانت الظروف. واذا كان نحبوا نشوفوا على باش نغرقوا العمليه هذه كان نجم نقولوا اللي حب. لكن هذا ازمه قياده. لكن اذا كان ثم من اعتبر ان هذه الحكومه لم تقم بواجبها، وما بكل اسف استمعت بعض المسؤولين في منظمات فعلى شاشات التلفزه امام الخاص والعام يقول هذه الحكومه فشلت ولم تفعل شيء